السلام عليكم متتبعين قناة آية وآدم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي هو فيديو على شارع محمد الخامس الرباط. هذا الشارع هذا معروف، هو الرئيسي في الرباط، يعني أي مظاهرات وأي أفراح كدوز في هذا الشارع هذا. وسيدنا محمد السادس ملي كيبغي يخرج البرلمان كيدوز منه، ملي تيخرج الايامات ديال المنتخب، ملي جا المنتخب راه كان دايز منه المنتخب باش يطلع للقصر. هذا الطريق هذا الشارع هذا راه هنا فين كاين القصر، يعني ما خلونيش نصور لان ممنوع، البوليس ما خلونيش نصور باب القصر. هذا هو الشارع اللي فيه القصر اللي كيخرج منه سيدنا وكيهبط لهنا. ها هو شارع محمد الخامس، هذا هو هذا هو البدايه ديالو من الفوق، وان شاء الله غادي نهبطكم حتى لتحت ديالو حتى الاخر ديالو، وغتشوفوا ان شاء الله البرلمان، وغتشوفوا كاردو غابافيل، وغتشوفوا كاع الحاجات اللي كاينين فيه. وهذا راه متحف انفاس مع القصر، مع البالي، انفاس مع البالي. راه يلاه دار جديد، يمكن 2018 يمكن دار هذا المتحف، هذا متحف محمد السادس. فيه تتقام فيه معارض للفنانة التشكيليين، لوحات تشكيلية، وفيه متاحف. كي كتشوفوا على برا، راه غير تشوفوه من برا تعرفوا بلا متحف. ها هو شوفوا هذا الحصان هذا راه محطوط على برا، كاينين متاحف محطوطه على برا. وانا في الحقيقه ما عمرنا ما دخلنا ليه، يعني كندوزو من قدام تقول لي ايه وادم، بعض المرات ندخلوا ليه تنقول لها ان شاء الله، ولكن ما عمر كتاب ندخلوا ليه. ولكن كنشوفوا في الانترنت من الداخل فيه تبارك الله لوحات زوينين، لوحات تشكيليه وداك الشيء رائع فيه من الداخل ان شاء الله. الى كتابوا اللي جيتو للرباط، واللي ما ساكنش في الرباط ولا اللي في الرباط، راه تبارك الله من الداخل زوين تبارك الله، فيه ما يتشاف. ايوا خليكم معايا في الفيديو، غنوريكم الشارع من الفوق ديال شارع محمد الخامس الرباط. زوين تبارك الله، فيه ما يتشاف الشارع. وخليكم معايا في الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا الشارع من الفوق راني هابطه. هنا كاينه اذاعه، كاينه دوزام على اليسار، كاينه دوزام، اذاعه دوزام على اليسار. وهنا كي كتشوفوا على ترامواي دايز، يعني كاين لاكار تما، راه هو لاكار غندوزو عليه. وديك العماره اللي كتبان طويله هذيك عماره السعاده، كاينه لتحت في الاخر الشارع، يعني اطول عماره في الرباط. عماره السعاده كيسميوها عماره السعاده. ها انتم شوفوا، ها هو لاكار، هذا لاكار دو غابافيل، راه كيبنيو فيه، يعني باقي ما كملش، يعني تبارك الله كيديروا فيه داكشي، يديروا فيه شي مول. ها هو راه باقي ما كملوش. الباب ديالو هو اللي اون فاس، هو هذا هو غار دو غابافيل، يعني محطة القطار، قطار الرباط المدينة. هنا هاد الساحة هذه هي اللي كيتقاموا فيها الا كان شي افراح، مثلا خرجوا الناس مظاهرات كيطالبوا بالحقوق ديالهم، حيت هنايا الشارع فيه البرلمان، كيجوا حدا البرلمان وكيعمروا هاد البلاصه. الا كانوا شي اعياد بحال عيد المسيره كيدوزوا من هنايا، المسيره كدوز من هنا. بحال عيد الشغل تيكونوا هنا. المهم هاد الشارع هذا اي حاجه كانت في المغرب تيجوا يديروها هنا في هاد الشارع هذا، يعني هاد الشارع هو الشارع الرئيسي في الرباط. كيف كتشوفوا ها نتوما، ها هو الشارع، يعني هذا مسجد السنة حدا القصر، قريب من القصر، بعض المرات سيدنا كيصلي فيه. كي كتشوفوا هاد ليسباس هذا كله اللي كنوريه، اللي كتشاهدوه، هذا هو هنا فين كيكونوا المظاهرات. هذه هنا واحد الخصه هنايا كاينه زوينه، كيتصوروا حدا الناس، راه دابا طافيينها، حيت هذه دابا الصباح، هذه 11 النهار، يعني باقي ما كيشعلوها في العشيه، كيشعلوا الخصه، كيجوا الناس كيتصوروا، كيكونوا الحميمات، كيكون الحمام تبارك الله هنايا كتعطيه الاكل وداكشي، وكيكون الجو زويون هنايا في هاد البلاصه هذه الشارع. كيكونوا الناس هنايا في هذه البلاصه ديال الغازو هذا اللي كتشوفوا، راه الناس كيبان لكم بحال كيجلسوا فوق منه، يعني كله تكال، يعني كيكونوا هنا الناس كيجلسوا حتى ديك جوج الليل عاد كيدخلوا، كيبقى عامر في الليل، كيكون الحمام، تيكون لومبيونس هنايا، كتكون لومبيونس هنا في هذا الشارع هذا زوين. هذا هو الشارع الرئيسي اللي خرج كيجي لهنايا، يعني اللي بغى يتسالى في الرباط وبغى يخرج يدور شويه
كيجي لشارع محمد الخامس. كي كتشوفوا راه هو البرلمان اون فاس، هذا هو البرلمان. وهذا اوتيل باليما. باليما قديم في المغرب، راه واقيلا اول اوتيل في المغرب هذا، يعني قديم بزاف، سميتو اوتيل باليما اون فاس مع البرلمان. وهناك هذه خصها راه ناشفه، كيجلسوا فوق منها الناس، يعني ينشفوها، ما بقاش فيها لا غاز ولا والو. كيجلسوا الناس هنا في العشيه، يعني تيكونوا الحميمات هنايا. هذه خصها من التحت، هذيك اللي وريتكم قبيله كاينه الفوق في الشارع، وهذه التحت، هذا هو التحت ديال الشارع. هذا بنك المغرب، هذا بنك المغرب. كان هنايا بنك المغرب تيستعملوه، دابا ولا غير متحف حتى هو، متحف ديال النقود القديمه. والبنك تحول للحي الرياض، ما بقاش يعني البنك بنك المغرب بقى، هذا داروه متحف. هذه لا غروند بوست، هذه البوسطه الكبيره اللي في المغرب. لا غروند بوست في المغرب، هذه البوسطه الكبيره، يعني كاينه هنا وكاينه اتصالات هنا في جنبها. هادو هما اول بوسطه كاينه في المغرب هي هذه. وهذه اتصالات حتى هي، هذه الاتصالات الكبيره هي هذه. هذا دابا لتحت ديال الشارع، هذه الساحه اللي كتشوفوا فيها ديز من حداها طاكسي، هنا في كيتقاموا. ملي كتشوفوا الرباط راه فيه شي فرحه ولا هنا فين كاين، يعني قدام بنك المغرب وقدام لا غروند بوست، يعني هنا فين كيكونوا كيطلعوا حتى الفوق، حتى الخصه اللي وريتكم الفوق. يعني المظاهرات كلشي كيدوز هنايا، كلشي في هذا الشارع هذا كيكون زوين. ايامات عيد العرش تبارك الله تيكون هنايا، تيكون تقام هنايا. كي قلت لكم المسيره، المسيره حتى هي كتكون هنا. شي مظاهرات هي كتكون هنا. هذه وزاره العدل، هذه وزاره العدل كاينه حتى هي في شارع محمد الخامس، كاينه في الزنقه، كتدخلها واحد الزنيقه كتخرجي ليها هنا. هذه وزاره العدل، هذه كلها هنا وزاره العدل. وهنايا باب الحد. انا خرجت من الشارع ومشيت لباب الحد. باب الحد حتى هي واحد ساحه باب الحد كبيره، حتى هي تيكونوا فيها الناس تيخرجوا تيتفوهوا فيها، يكونوا فيها وليدات كيلعبوا، اللي بغى يلعب بالدراجه، واللي بغى يلعب بلي غولور ولا سكي ولا هذا كيخرجوا لهنا. مدينه قديمه هذه. هنايا كتخرج من داك الباب، يعني كتلقى ساحه باب الحد. هنايا هاد القهوات اللي كتشوفوا هادو قهوات سياحيه، يعني بلديين، كيجيو ليهم السياح بلديين دايرين، كيديروا داكشي بلدي زوينين. اللي جا شي ان شاء الله شي واحد للرباط يجي اليوم، راه زوينين تاكلوا فيهم داكشي بلدي. كي قلت لكم هذا هو باب الحد. ها هو راه غندخل منه. هنايا ساحه باب الحد، حتى هي كاينه ساحه هنايا زوينه تاع الخصه. ها هي الساحه، هانتوما كتشوفوها زوينه. كيخرجوا حتى في العشيه، كي قلت لكم هذه راه 11 النهار، يعني باقي حتى شي واحد ما خارج. كتكون زوينه هنايا، كتكون عامره في الحقيقه.
ها هي كتشوفوها، ها كبيره كبيره ما شاء الله. كاين باركينغ لتحت، دايرين باركينغ تحت منها. وهنايا الناس في العشيه ملي كيخرجوا يتبردوا يخرجوا يجلسوا هنايا مع وليداتهم. كاين تبارك الله ما يتشاف هنا في الرباط، يعني كاينين بلاص خاويين بزاف. هذه كلها هنا في العشيه تكون عامره، تكون عامره هنا بالوليدات كيلعبوا. وهنايا راني غاده لديور الجامع، غندخل لديور الجامع. هاد البلاصه هادي كتدي لديور الجامع. هذا هنا واحد النفق كيدي الودايه، كيخرج جهه الودايه جهه البحر. عاد صوبوه هذا جديد نفق، كيدي من باب الحد كيخرج في الودايه. وهنايا هذا راه ديور الجامع. انا دخلت دابا لديور الجامع. هاد البلاصه هادي سميتها حي ديور الجامع. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، عرفتوا شويه الناس اللي ما تعرفوش الشارع محمد الخامس يكونوا عرفوا شي شويه، واخا ما صورتش كل شيء على ود الناس. تيقول لك ممنوع تصورينا. شحال من واحد هضر معايا تيقول لي كتصوريني، داكشي علاش ما صورتش بزاف. وشكرا لكم، ما تنسوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه. والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.